في أقصى جنوب مصر عند حدود النوبة يقف معبد أبو سمبل كواحد من أعظم الشواهد على عبقرية الحضارة المصرية القديمة. المعبد ده أتبنى في عهد الملك رمسيس الثاني، واحد من أقوى وأشهر ملوك مصر القديمة. المعبد ما كانش مجرد مكان عبادة، لكنه كان رسالة سياسية ودينية وفلكية في نفس الوقت، رسالة بتوصل من آلاف السنين ولسه مستمرة لحد دلوقتي. واجهة المعبد منحوتة في الصخر وفيها 4 تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني، كل تمثال ارتفاعه أكثر من 20 متر. التماثيل دي مش بس استعراض قوة، لكنها إعلان إن المكان ده مقدس ومقصود. اختيار الموقع والاتجاه ما كانش عشوائي، لأن كل حجر في المعبد معمول علشان يخدم فكرة معينة. جوه المعبد ممر طويل وضيق بيمتد لمسافة تقارب 60 متر. الممر ده بيؤدي لقدس الأقداس، أقدس مكان في المعبد، المكان اللي ما كانش مسموح بدخوله غير للملك والكهنة الكبار. وفي آخر المكان ده موجودة تماثيل الآلهة. هنا بتظهر واحدة من أعجب الظواهر الفلكية في التاريخ، ظاهرة تعامد الشمس اللي بتحصل مرتين بس في السنة، في يوم 22 فبراير ويوم 22 أكتوبر. في اليومين دول أشعة الشمس بتدخل من باب المعبد وتمشي في الممر الطويل وتوصل لقدس الأقداس بدقة مدهشة. لما الشمس توصل بتنور تماثيل 3 آلهة وتمثال رمسيس الثاني، الإله إيمان رع إله الشمس، والإله راعي حورة أختي إله السماء، ورمسيس نفسه باعتباره إله حي على الأرض، لكن تمثال الإله بتاح إله العالم السفلي يفضل في الظل، وده يؤكد أن الظاهرة مرسومة بعناية شديدة. الاعتقاد السائد إن يوم 22 فبراير بيمثل يوم تتويج رمسيس الثاني ملك على مصر، ويوم 22 أكتوبر بيمثل يوم ميلاده. ربط الملك بالشمس في اللحظتين دول معناه إن الحكم مش قرار بشري بس، لكنه نظام كوني معترف به من الآلهة والطبيعة. المصري القديم ما كانش بيفصل بين العلم والدين. الشمس بالنسبة له كانت قوة بتنظم الحياة والزمن والعدالة، وعلشان كده ربطها بالملك كان تأكيد إن وجود الملك ضروري لاستمرار النظام في الكون. الهندسة المعمارية للمعبد مبنية على حسابات دقيقة جدا. زاوية شروق الشمس، طول الممر، ارتفاع السقف، سمك الجدران ومكان كل تمثال. أي خطأ بسيط كان كفيل يفسد الظاهرة بالكامل، وده يوضح مستوى العلم اللي وصل له المصري القديم. العلماء حاولوا يفسروا أزئية الحسابات دي عمق من غير أدوات حديثة، لكن الحقيقة إن المصريين اعتمدوا على الرصد الطويل للشمس والنجوم وتسجيل الحركة عبر سنين طويلة. العلم عندهم كان علم ملاحظة وتجربة. اختيار موقع أبو سمبل في أقصى الجنوب ما كان صدفة. المعبد كان رسالة سياسية لكل من يقترب من حدود مصر الجنوبية، رسالة بتقول إن الملك موجود وإن سلطته مدعومة بالآلهة وبالشمس نفسها. الظاهرة دي استمرت آلاف السنين من غير أي تغيير لحد القرن العشرين، لما أتبنى السد العالي وارتفع منسوب المياه وبدأ خطر غرق معابد النوبة. هنا العالم كله تدخل في واحدة من أعظم عمليات الإنقاذ الأثري. معبد أبو سمبل تقطع لكتل حجرية ضخمة وأتنقل لمكان أعلى وأعيد تركيبه قطعة قطعة. العملية دي كانت معجزة هندسية بحد ذاتها، والأصعب إنهم حافظوا على ظاهرة تعامد الشمس مع فرق يوم واحد تقريبا. الفرق البسيط ده ما قللش من قيمة الحدث، لكنه زود احترام العالم للحضارة المصرية القديمة، لأن الحفاظ على الظاهرة رغم النقل دليل على أن العلم الحديث كان بيحاول يلحق بعلم قديم سبق عصره. النهتدهم في كل سنة بيتجمع آلاف الزوار من مختلف دول العالم علشان يشوفوا لحظة دخول الشمس قدس الأقداس. المشهد بيكون صامت ومهيب، كأن الزمن بيرجع آلاف السنين. اللحظة دي ما بتستمرش غير دقائق قليلة، وبعدها الشمس تتحرك وتختفي الإضاءة، لكن الدقائق القليلة دي كافية توصل رسالة حضارية ضخمة. تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني مش مجرد ظاهرة سياحية، لكنه دليل علمي إن المصري القديم كان عالم وفلكي ومهندس وفيلسوف عرف أزئي يشتغل مع الطبيعة مش ضدها. الظاهرة دي بتأكد إن الحضارة المصرية ما كانش حضارة حجر بس، لكنها حضارة معرفة خلت الشمس تشارك في تتويج الملك كل سنة. في كل مرة الشمس بتنور وجه رمسيس الثاني رسالة بتتكرر. الحضارة اللي فهمت الكون تقدر تعيش آلاف السنين وتفضل بتكلمنا لحد دلوقتي. علشنا نفهم قيمة تعامد الشمس على رمسيس الثاني لازم نفهم شخصية رمسيس نفسه، لأن الظاهرة مرتبطة بفكرة الملك الإله، الملك اللي مش بس بيحكم الأرض لكنه جزء من النظام الكوني اللي ماشي بالعدل والتوازن. رمسيس الثاني حكم مصر فترة طويلة جدا وصلت لأكثر من 66 سنة، وده رقم نادر في التاريخ. الحكم الطويل ده خلاه يبني معابد أكثر من أي ملك تاني تقريبا، وكل معبد كان ليه رسالة واضحة سواء دينية أو سياسية. معبد أبو سمبل كان أهم الرسائل دي، لأنه ما كانش موجه للمصريين بس، لكنه كان موجه للعالم لبرا حدود مصر. المعبد كان إعلان قوة وهيبة وذكاء معماري ما يتفهمش غيره لما الشمس نفسها تدخل تشهد. المصري القديم كان شايف إن الشمس هي عين النظام في الكون، هي اللي بتحدد الوقت والفصول والزراعة والحياة والموت، علشان كده ربطها بالملك. معناه إن الملك هو الضامن لاستمرار الحياة نفسها. في النص الداخلي للمعبد النقوش اللي على الجدران بتحكي عن معارك رمسيس وانتصاراته، خصوصا معركة القادش
الرسومات دي كانت بتتفرج عليها الشمس مرتين في السنة، وكأن الضوء بيعيد سرد القصة من جديد. الربط بين الضوء والنقوش ما كانش صدفة، لأن المصري القديم كان بيؤمن أن الضوء بيحيي المعنى وبيخلي الرسالة كاملة، وعلشان كده توقيت دخول الشمس كان مهم زي مكان دخولها. في قدس الأقداس وجود تمثال رمسيس وسط الآلهة مش مجرد تكريم، ده إعلان رسمي إن الملك في مرتبة إلهية، وإن حكمه مش مؤقت لكنه جزء من الخطة الكونية. الإله إيمان رع كان رمز القوة الذاتية، والإله رع كان رمز السماء والسلطة، والإله بتاح كان رمز الخلق والعالم السفلي. ترك بتاح في الظل معناه إن الموت مش ليه سيطرة في لحظة ميلاد أو تتويج الملك. التفصيلة دي وحدها بتكشف مستوى التفكير الرمزي العالي عند المصري القديم، لأن حتى الظل كان له معنى مقصود. علم الفلك عند المصريين ما كانش علم نظري، لكنه علم تطبيقي مرتبط بالبناء والزراعة والدين وحياة الناس اليومية. علشان كده الحسابات الفلكية كانت دقيقة ومستقرة عبر قرون طويلة. المصري القديم كان بيراقب الشمس من أماكن ثابتة، ويسجل حركة الشروق والغروب على مدار سنين طويلة، ومع الوقت قدر يحدد الأيام اللي الشمس فيها بتشرق بزوايا مميزة. الزوايا دي تحولت بعد كده لأدوات معمارية تتحط في المعابد وتتحول لحجارة بتنطق علم. اختيار يومي 22 فبراير و22 أكتوبر مش بس له علاقة برمسيس، لكنه كمان قريب من تحولات موسمية مهمة في السنة الزراعية، وده يخلي الملك مرتبط بالخير والخصب والاستمرارية. العلاقة بين الملك والزراعة كانت أساسية، لأن نجاح الزراعة معناه إن الآلهة راضية وإن الملك بيؤدي دوره صح. علشان كده الشمس ما بتنورش وجه الملك غير في توقيتات ليها معنى، وما بتتكرر في أي يوم تاني. بعد نقل المعبد في القرن العشرين حصل نقاش كبير بين العلماء عن أهمية الحفاظ على الظاهرة، لأن فقدانها كان معناه فقدان جزء من الرسالة الأصلية. النجاح في إعادة التعامد حتى مع فرق يوم واحد خلى العملية دي تدرس في كتب الهندسة والآثار باعتبارها واحدة من أعقد عمليات النقل الأثري في التاريخ. أنها أدهم لما الزوار يقفوا جوه المعبد ويستنوا لحظة دخول الشمس، هما مش بس بيشوفوا ضوءهما بيشوفوا فكرة الصمت من آلاف السنين ولسه شغالة. الصمت اللي بيحصل وقت التعامد مش صمت صدفة، لكنه إحساس جمعي، وإن في حاجة أكبر من الإنسان بتتحرك قدامه. الظاهرة دي بتخلي ناس كتير تعيد التفكير في فكرة التقدم، لأن حضارة قديمة قدرت تحقق دقة زمنية وفلكية نسبا بتبهر العالم الحديث. تعامد الشمس على رمسيس الثاني بقي رمز عالمي لعبقرية المصري القديم، رمز إن المعرفة الحقيقية ما بتمتش. الحضارة اللي قدرت تحول الشمس لجزء من العمارة قدرت تسيب رسالة أقوى من أي كلام. الرسالة دي بتقول إن اللي يفهم الكون ويشتغل مع قوانينه يقدر يخلد اسمه آلاف السنين. علشان كده كل مرة الشمس بتنور وجه رمسيس الثاني الحدث ما بيكونش إعادة ظاهرة قديمة، لكنه تجديد وعد حضاري إن العلم والفهم هما أساس البقاء.